السلام عليكم الشيرات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا ملاح وتكونوا غايه. اليوم الشيرات جبت لكم وصفه الحريره والبوراك لرمضان اللي راه جاي، ولا تقدري ديريهم في ايامك العاديه اليوميه بطريقه سهله وبسيطه، وتاني تجي بنينه. تجي هاد الحريره تجي بنينه بزاف واقتصاديه، اهم حاجه تكون اقتصاديه. والبوراك كذلك اللي راح نديروه بطريقه بنينه. واللي ما تعرفش دير البوراك مالك غير تبعي لي الوصفه للاخر باش تعرفي حشو يجيك لذيذ للبوراك مع الحريرة للمبتدئات. قبل ما نروحوا للمقادير نصلوا ونسلموا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تنسيش اختي ديري لي جيم للفيديو هكا باش يوصل اكبر عدد من المشاهدين ويستفادوا الكل. وتاني حاجة، انك اذا كنت مشاهدة جديدة في قناتي ارجو ان ديري اشتراك لقناتي، تشتركي وديري لي كومنتير شباب كيما نتيا. ونروحوا للمقادير كيما راكم تشوفوا. عندي كروطة 5 حبات كروطة متوسطين الحجم، عندي 3 سنات توم، عندي بصلة متوسطة الحجم، عندي بطاطا متوسط الحجم ايضا، 2 حبات طماطيس، وقبضه تاع قزبر تكون مليحه كيما راكم تشوفوا. انا هنا ما كاش عندي القزبر بزاف، هنا تنجمي ديري القزبر والنعناع والكرافس باش تزيدي بنه على بنه. ولا بالنسبه للحم انا اليوم درت عناقيد تاع الدجاج للحيره تاعي. هكا حبيبتي باش نقعدوا دائما في الاقتصادي. انا هذا اللي كان عندي في الفريجيدير درته، وما تكونش اهم حاجه ما تكونش التكاليف بزاف. عندي هنا ساده تاع دجاج، درت ساده تاع دجاج للبوراك. هنا كيما تبغي ديري اللحم، تبغي ديري دجاج، لكن عند اختي غير ديري. بصح لا كنتي كيما انا ما عندكش في الميزانيه بزاف، عندك غير هادو كيما انايا ديري. وفي قدران ندير ملعقة كبيرة من المارغرين و3 ملاعق زيت كما راكم تشوفوا. درت 3 ملاعق زيت، واحدة، 2 و3. هكا كما قلت لكم دائما انا وصفتي موجهة للبنات اللي صغار اللي اول مرة يدخلوا للكوزينة، هكا باش ياخذوا قواعد الطبخ. هنايا بعد ما درت الزبدة تاعي ندير العناقي تاع الدجاج يتقلاو، ونروحوا للخضرة تاعي. شوفوا الخضرة كيف راني مقطعتها عشوائيا. الخاطرش راكم عارفين الحريرة غادي نطحنوا الحريرة من بعد عليها، ما نحوسوش على التقطاع تاع الخضرة. وهنا بعد ما قليت الدجاج تاعي كيما راكم تشوفوا قليته غاية، نضيف عليه الخضرة الأولى القزبر والبصل والكروطة والثوم والطماطيس والبطاطا كيما راكم تشوفوا. هذا ما نحتاجوه في الحريرة في الحريرة تاعنا من الخضرة. ما نديرو لا كابويا لا لفت لا والو، اني يجوني دوك اللفت والكابويا يصمطوا الحريرة، من الاحسن نستغناو عليهم. انا احيانا نكثر الكروطه، انا ماش عندي هنا الكروطه بزاف، ما كانتش متواجده عندي. درت حبه تاع البطاطا، من تكون عندي الكروطه بزاف ما نديش البطاطا. ونخليهم يتقلاو تاني يتقلاو يطلقوا الجيت تاعهم هكا باش تجي الاخرى تاعنا بنينه. نروحوا للتشيشه. هنا نبغي انا نستعمل التشيشه في الحريره، ما ندير لا فرينه لا والو، من الاحسن ديري التشيشه. درت 3 ملاعق تشيشه فرغت عليهم الماء ساخن مغلي جدا وخليتها تتنفخ. هكا انا ما نبغيش ندير تشيشات تطبخ في الكيكوطه، لاخاطش غادي تقفلي الكيكوطه ايا وتخافي لا تطلع لك هكا تبوشي لك فتحه التنفس تاع الكيكوطه. انا خفت لا سمح الله لا تطردق، ولا من الاحسن نديروا احتياطاتنا في المطبخ. وهنا وليت للخضره تاعي بعد ما طلقت داك الجي تاعها وبدات تقلالي، درت عليها ليزيبيس عود قرفة كما راكم تشوفوا، تغسلوا غاية وديروه. عود قرفة يعطي بنة شابة للحريرة وتجي كيما تاع العريس. ايا وملعقة صغيرة من الملح، ونديرو نصف ملعقة فلفل اسود، وملعقة صغيرة كروية، وملعقة صغيرة فلفل احمر، وملعقة صغيرة رأس الحانوت، وملعقة كبيرة من الطماطيس المصبرة. هادو هما لي زيبيس اللي تحتاجهم الحريره. نخلوها تتقلى، تاخد ديك القليه ماشي بزاف، واحد الثواني فقط هكا باش ما ينحرقناش لي زيبيس تاعنا. وندير رشه تاع نعناع يابس كيما قلت لكم، انا ماهوش متواجده عندي الفريش، درته يابس كحكا وجات بنينه هذه الحريره وجات كيما تاع الاعراس.
ونمرّق بالماء الساخن. هاكا من الأحسن إنه تمرقوا المراقي تاوعكم بالماء الساخن باش تحافظوا على البنة تاع القوليا اللي قليتوها للكيكوطا تاعكم. أنا درت 2 لتر ونص، تقدروا نتوما توصلوا حتى 3 لتر. أنا هنايا عمرت الكيكوطا تاعي كيما راكم تشوفوا، عمرتها كيما قلت لكم وخليتها تغلي. هنايا الكيكوطه تاعي راهي غلات، نقفلها. بصح نتوما اذا كانت الكيكوطه ما غلاتش اياكم ثم اياكم انكم تغلقوا الكيكوطه وهي مازالها ما غلاتش. هكا نحافظوا على السلامه تاعنا وعلى سلامه عائلتنا تجنبا لاي انفجار للكيكوطه. نغلقها كما قلت لكم بعد ما غلات لي. ما من الصفاره تاعها ما تديروهاش قبل ما نتاكدوا باللي فتحه التنفس تاعها راهي تخرج في النفس وما راهيش مسدوده. هاكا كما قلت لكم نحافظوا على سلامتنا وسلامه العائله تاعنا. وهنايا في اشوار درت حبه بصل صغيره متوسطه، درتها في الاشوار قطعتها كارويات بالاشوار، ما خليتهاش تترحاكا حتى تولي جي ولا تولي كوفيتير. كما راكم تشوفوها القشامي راهم يبانوا كبار. ولا ما عندكش الاشوار قطعيها غير بيديك قطع مكعبات صغيره. درت لها الزيت ودرت الملح ودرت حسابي للفرماج عليها، ما كترتش الملح، درت غير شويه تاع ملح وخليتها تتقلى حتى تتقلى لين نزيدو عليها الدجاج اللي كنت طحنته بالاشوار. كما راكم تشوفوا من الاحسن هاد اللحوم نجيبوهم نطحنوهم بالاشوار في ديارنا هكا باش نتاكدوا من الجوده تاعهم، وتاني ما يكونوش فيهم كاش اضرار ولا يكونوا مغشوشين، ما يكونش دجاج ولا. كما راكم عارفين كاين بزاف الناس ما تحشمش وما يعرفوا لا حرام لا حلال. مهم نولوا الوصفه تاعنا. في الوصفه هنا بعد ما قليت البصل تاعي درت عليه داك الدجاج وقعدت نحرك فيه كيما هكا الدجاج ما تحطيش فوق البصل وتروحي اختي المشاهده، لازم تقعدي تحركي فيه كيما هكا وتمرسي فيه كيما الشكشوكه هكا باش ما يديرلكش كتل صغيره يقعد لك مكور حبيبات. لازم تقعدي هكا تحركي فيه باش يقعد مرمل كيما الطعام، يقعد لك مرمل. بعد ما فتته كيما راكم تشوفوا زدت عليه فلفل اسود، نصف ملعقه من الفلفل الاسود، كركم، سنجبيل والكمون. وقعد كملت نحرك كما قلت لكم، نقعد نمرس فيه كيما هكا باش ما يتشكلوش معايا الكريات. ونزيد سنة توم صغيرة غي صغيرة ما تكونش كبيرة، غير باش تعطينا بنة خفيفة انا كنت عندي هنا سنة كبيرة درت نصها. وحركت. وهنا ما كانش عندي القزبر، تنجمي تزيدي تلت وريقي تاع قزبر تقطعيهم رقيق رقيق يعطوك بنة خفيفة للبوراك تاعك ويجي بنين بنين بزاف. وبعد ما قليتهم هكا نخلو داك الثوم يطيب شويه ما نخلوش خضر. ونجيبوا الفرماج تاعي فرماج شيف نقطعوه كما راكم تشوفوا ونقعدوا نقلو فيه مع لافارس تاعنا. وهنا تنجمي ديري تاني لا كريم فريش تجيك بنينه. انا هنا ما كاش عندي لا كريم فريش درت الفرماج. وتقدري تاني ديري حتى الفرماج رابي اللي يكون عند اختي، ولا كانوا الفرماج مثلثات تقدري ديري 3 حبات من الفرماج المثلث. وهنا الحيرة بعد ما طابت لي جيت قلعت لها الدجاج تاعها، قلعت تاني القزبر وقلعت العود تاع القرفة ما ننساوهش، وقلعت اي عظم يكون طاح لي ولا تفتت لي. وهنا الشيشة غسلتها 3 خطرات، شللتها من داك الماء وغسلتها 3 خطرات وجيت درتها فوق لاصوب تاع الحريرة وخلطتها ودرتها فوق النار وخليتها تتغلى. تاخد مشي غالية بزاف حتى ربع ساعة ولا تتغلى بلا ما تقف لي كيكوطة. نقصي للنار خليها تتجمر ونديرو الدرسة. وفي الدرسة نحتاجو قزبر، انا هنا ما عنديش القزبر كيما قلت لكم درتو كاع في الحريره وخليت روحي هاك، فمعليش درت الثوم في بلاصه القزبر غير الثوم ويقضي صالحه. درت 2 سنات ثوم، درت كرويه، درت راس الحانوت، درت فلفله حمراء، ودرت نص ملعقه صغيره من طماطم المصبره والزيت دقيتهم. ثم تقدروا ديروا القزبر والنعناع تزيدك بنه على بنه. وكما راكم تشوفوا هي من الأحسن ديروا القزبر والنعناع. ودرت الدرسة تاعي في الحريرة وخليتها تغلي مدة 5 دقائق وطفيت عليها هكا باش نخلو داك الثوم يطيب شوية. ودرت لها شوية نعناع يابس
ودرت هنايا 3 مغارف تاع روز في لافاص تاع البوريك هاكا باش يزكينا البوريك ويزيدنا بنة. وتاني كنصيحة، إذا جاك البوريك مالح شديري تروحي تقلبي تغلي شوية روز. من الأحسن تغلي شوية روز وما ديريه لا ملح لا والو، ديريله الزيت يطيب داك الروز وزيديه في لافاص تاع البوريك تاعك هاكا تسلكي روحك من نقصي الملوحية تاع البوريك. انا هنا جاني سوا وكنت ملحت الروز ديجا نميكسو الحريرة تاعنا. تبغي تميكسيها تبغي تفوتيها في الرحايا كيما تبغي اختو كيما اللي يكون متواجد عند اختي. هنايا البوراك في الديول انا دائما نستعمل جدتي ولا العائله، هما يجوني اللي ما شابين ما يشربوش الزيت ويجوا شابين بزاف. بالنسبه للبوراك مكاش لي ما تعرفش تعمر البوراك، لكن بالك الفيديو تاعي يوصل عند بنات ما يعرفوش اول مره يطيبوا او خارج الجزائر، ندير معاهم البوراك كيفاه يعمروه. نطوي ديك الحاشيه الاولى نطوها ونغلقوه كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة ونقعدوا نلوو فيه. والتالية هذه نحطوها عليها كما راكم تشوفوا، نحطوه على الفتحة الأخيرة هكا باش ما يفتحش معنا. وإلا احنا كجزائريات موالفين بالبوراك ما نديرو والو، بصح المبتدئات عند هذيك الحاشية اللي كنت نوريكم فيها تما تقدري ديري بياض البيض تضربيه وتحطيه تما، ولا تغطي يديك في الفرماج وتفوتي على ديك الفتحة وتحط تقفلي بها هكا باش ما يفتحلكش في الزيت كما قلت لك اذا كنتي مبتدئة. وفي الزيت لازم الزيت يكون حامي جدا، حامي، ونحطو كما قلت لكم على الفتحة، دائما نحطو على الفتحة اللي غلقناه عليها هكا باش ما يفتح الناش. وإلا كنتي درتي له الفرماج ولا بياض البيض ما تخافيش عليه. هنايا نحمروه من كل الجوانب نخلوه حتى يحمر، والنار تكون قليلة ما تكونش قليلة بزاف، تكون متوسطة متوسطة ماشي قليلة بزاف بيناتهم هكا باش ما لا زيدتي له غادي يتشرفط لك وما يجيكش شباب، ولا نقصتي له بزاف غادي يشرب لك الزيت. هذه كنصيحة. وقابلي البوراك تاعك ما تروحيش تخليه، لازم تقعدي واقفه عليه لاخاطش هو بالخف يحمر وتخافي تغفلي عليه ينحرق لك، وهذه اللي ما يبغيها حتى واحد. وديري كسكاس ولا شباك كيما انا نديره ولا بابي ابسوربون يشرب لك الزيت، وحطيه كيما راني حطيته انا هكا كاع الزيت يخرج منه، كاع الزيت يخرج منك من البوراك هكا يجيك شباب وما يجيكش يكهم بالزيت. وهذه هي وصفتنا نهار اليوم عبارة عن حريرة والبوراك اللي كان بمقادير اقتصادية توالم رمضان وتوالم أيامنا اليومية، سهلة وبسيطة وتوجد بالخف. نقسم معكم وحدة بوراك تشوفوها، شوفوا كيفاش هي الداخل. وش نقول لكم ما تنسينيش اختي المشاهده بجامل الفيديو واشتراك في القناه اذا كنتي متابعه جديده، ونقول لك مرحبا بك في قناتي. وما تنسينيش بجام واشتراك في القناه، ونقول لكم الى اللقاء الى وصفه قادمه، مع السلامه.